الحرب الفكرية هي من أخطر الحروب اللي ممكن تنخاض ضد مجتمع أو دين أو طائفة أو فئة من الناس معينة أو حتى دولة. هاي الحرب تكون سهلة، بسيطة، غير مكلفة ماديا مقارنة بأخواتها. النتائج مالتها قوية، العدو متخفي تماما، ما يخوض الحرب هو. السلاح مالتها الوحيد هو بث الإشاعات، بث الأكاذيب، البحث عن نقاط الضعف بالفريق المستهدف. السلاح الوحيد المقاوم لهيج معركة هو تبيان الحقيقة أولا، العقل الواسع، والرد المناسب بهدوء، يعني بدون تعصب، بدون تشدد، بدون قتل، بدون أبد، هادئ، وترد الرد المناسب وتبيان الحقيقة. غير هذا راح ينعكس ضدك، يعني الأخلاق الغيرها كلها تنعكس ضدك. اليوم أريد أسولف عن الدين الإسلامي، الحروب اللي انخاضت ضده. ليش؟ لأن للأسف بهذا الزمان طلعوا فد شخصيتين ثلاثة نصبوا نفسهم هم المدافعين الوحيدين عن الدين الإسلامي، لكن للأسف لسانهم سليط، يسبون، يغلطون أعراض العالم، يعني من هاي الأمور يعكسون صورة سلبية عن الدين الإسلامي. فالدين الإسلامي ما يحمل هيج قضايا. نجي عمر الدين الإسلامي، يم عمر هذا المدافع عمرك ايش قد يوصل؟ 50 60 70 80 سنة. عمر الدين الإسلامي 1400 سنة أولا. ثانيا الحروب اللي انخاضت ضد الدين الإسلامي بالسابق أقوى من هاي الحروب بآلاف القط، خلوا ببالكم هاي. نجي تأسيس الدين الإسلامي والحروب اللي انخاضت ضده بزمن الرسول. أول يوم الأعلن الرسول بي أو بلغ بالرسالة خاضت الحروب ضده، حاشاه، ما أحب أذكر أنا لكن للضرورة أحكام. أولا مثلا حاشا الكاذب المجنون مثلا ذنه، انخاضن ضده لو ما انخاضن، لكن عصب، راح سب العالم، راح غلط عليهم، تهجم عليهم، سب أعراضهم، لا، بقى هادئ ومتواضع، وتبيان الحقيقة عنده. بدأ يدعو الناس تتهجم عليه، هو بدأ يدعو بأخلاقه، عكس أخلاقه. عندنا روايات إله يقول شخص يضربه من هاي الأمور، يعني بالتالي تمرض هذا الشخص، افتقد الرسول، راح زاره. هاي أخلاق. هنا كسب بحيث فترة زمنية غير مجتمع بأكمله، هو شخص واحد غير مجتمع بأكمله، من مجتمع يعبد الأصنام إلى مجتمع يعبد الله الواحد الأحد. زين، هسه هنا الحرب خو ما انتهت ويا الإسلام، مستمرت، لكن انعكست الصورة مثل ما حاليا معكوسة عندنا. اجوا وش سووا بعد ما شافوا المجتمع راح للرسول، خلص راح للصحابة، يعني انتهى الدور انه الصحابة ناس يبينونها وببساطة وبتواضع، بدون سيف، بدون حدة، بدون غلط، بدون مسبة. اجوا عكسوا القضية بعد استشهاد الرسول وبعد استشهاد الصحابة أو وفاة الصحابة. صارت أكو دويلات للمسلمين، مو هاي الدويلات إيش سووا؟ إجوا نصبوا عليها قادة. ذول القادة يقودون المسلمين لكن هم غير مسلمين، بالحقيقة غير مسلمين. فمن إجوا دخلوا للمجتمع قالوا لهم أنتم مسلمين، فد مثال بسيط، أنتم غير عندكم حرام الخمر؟ قال لي حرام عندنا الخمر، هذا مثال أنا هيك أسوي. قال القائد مالتكم يشرب خمر، أنتم شلون؟ الجوار مالته، أنتم مو عندكم 4 نسوان حلال؟ شو هذا الجوار مالته فد 50 60 جارية، شنو هالوضعية هاي؟ هنا عكسوا صورة سلبية عن الإسلام بطريق ذول، عن طريق ذوله. زين، إيش طلعوا لهم حتى يبرون الإسلام؟ طلعوا أهل البيت سلام الله عليهم، سلسلة الأئمة ال 12. هنا اجوا قاموا هم يحاربون ياهم، يحاربون القادة اللي يقودون الإسلام، اللي نصبوا نفسهم ملوك على الإسلام. فهنا التفت العالم حولهم. إذن بقى الدين الإسلامي مستمر، وهذول سقطت دويلاتهم وراحت. أهل البيت سلام الله عليهم نفسيتهم قالوا هاي دويلات، باكر عقبه تسقط، الدين الإسلامي باقي مستمر إلى قيام الساعة. خلص بينوا للعالم، حاربوا الإشاعة بهاي الطريقة. الآن جاي تنخاض عندنا هاي المعركة العفو معكوسة. شلون معكوسة؟ إنه ناس نصبوا نفسهم للأسف بدون علمية، بدون فقه، بدون يجوا كذل شسمه وقام يغلط هيك انتم واعراضكم وسقطوا. هاي تحكي صورة سلبية على، يعني تنطي دافع. عوف الصورة السلبية، صورة سلبية انت بعيد عن الإسلام أصلا بهاي الفكرة.
لكن أنت تنطي، لأن إحنا مجتمعنا متخلخل، مو كل الناس تقيسهم بمستوى واحد بعقل واحد. ممكن رواية واحدة تخلي لي 10 ملحدين، رواية واحدة، حديث واحد تخلي لي 1000 نفر يصير ملحد. تجي أنت زين، أنت عندك حرب إعلامية وعندك حرب إملائية وعندك هاي كلها، خليها بالحسبان. لا تجي تشلب لي في شيء هو ممكن يكون خطأ، الإضافة مالته ضافاها العدو إنه ممكن زين، وأنت تجي مشلب بيه لا والله هو هذا مالنا خلاص هاي هي زين. وهاي العالم، خلي أفكارك مطابقة للقرآن، مطابقة للأقوال، أقوال الرسول، أحاديث الرسول، لأهل البيت سلام الله عليه. لا تجي تشلب لي بأشياء. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما مضمون الرواية يعني هيك، يقول سئلوه قال له مولاي آلاف الروايات منقولة عنكم، منو اللي نصدقها ومنو اللي نكذبه؟ قال له طابقهن ويا القرآن، شفتهن مناسبات تمام، ما شفتهن مناسبات اضربهن عرض الحائط. هاي الآلاف فنتها الإمام الصادق. تجي أنت تشلب لي برواية وتنصب نفسك مدافع عن